عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن تغيير الرخام القديم باستخدام مادة الإيبوكسي للرخام جديد. هتشوفوا شكله عامل ازاي، حاجة في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. طبعا احنا جايبين فيديو أجنبي شغالين عليه، وده لغلاء أسعار الخامات، فمش هينفع نجيب خامات ونشتغل عليها علشان خاطر الفيديو. فاحنا بنحاول ان احنا نعرف الناس بالتفصيل الشغل بيبقى معمول ازاي. طبعا بداية كده الراجل جاب الرخامة القديمة او في المكان نفسه رخامة راكبة. اهم حاجة تكون موزونة بالميزان بالملي يا جماعة. وبيلزق حواليها لزق على سن المادة لما تقع على الأرض أو تيجي على الحيطة ما تبوظهاش، لأن هي مادة قوية جدا ما بتطلعش بسهولة. وبعد كده بيجيب البطانة اللي هي البيضة اللي اتعملت في الأول دي اسمها بطانة إيبوكسي. وبيبدأ يفردها طبقة أو اتنين على حسب اللون اللي هو يعمله، ان هو يغطي اللون. يعني هو اللون كان اسود فحابب يغطيه فعداله طبقتين. انت ممكن تدي طبقة واحدة، بحيث ان هو ايه لو مثلا اللون كان فاتح وانت هتعمل لون غامق فكده كده هتغطي، فمش هتفرق معاك. ده اسمه ايبوكسي بتاعنا اللي هو الابيض. المادة الاولانية دي ادى طبقتين زي ما حضراتكم شفتوا. بعد كده جاب الايبوكسي الازرق اللي حضراتكم شايفينه، ده اسمه ميتاليك. الايبوكسي الميتاليك يا جماعة موجود بكل الالوان. وتقريبا بعد ما عمل البطانة هو تقريبا جاب كيلو واحد للرخامة كلها، وبدأ يفردها بإيده. طبعا أنا لحد دلوقتي مش عارف الشكل هيبقى عامل معاه ازاي، يعني هو ما شاء الله عمال يلوط اهوت. بس هنشوف مع بعض، يعني هو أكيد في عظمة. طبعا أنا عارف اللي هيحصل، بس احنا مع بعض واحدة واحدة. وما تنسوش السوكة اللي قدام والوزرة بتاعة الرخامة بحيث إن أنت تعمل الرخامة كلها. والايبوكسي فيه ميزة جميلة جدا يا جماعة، لو فضلت تعمل كده بايدك هو بيوزن نفسه. يعني لو انت سبتها شوية هتلاقي كل ده فرد وظبط وكل ده مش موجود. يعني الشغل زي ما حضراتكم شايفين هيبقى حاجة في منتهى الجمال. وسابه فعلا فرد اهوت، بس طبعا في حتت غامقة وحتت فاتحة، بس هو قاصد يعمل ده. يعني أنا اكتشفت في اخر الفيديو ان هو قاصد يعمل ده. بعد كده جاب ميتاليك تاني او ايبوكسي ميتاليك لون ذهبي، وبدأ يفرد بالشكل زي ما حضراتكم شايفين. لحد دلوقتي مفيش حد يقدر يتخيل شكل الرخامة ممكن يبقى عامل ازاي، بس انا اقول لكم ان هي حاجة هتبقى جميلة جدا. انا اتفاجئت بشكلها، حاجة في منتهى الجمال. والموضوع بسيط جدا يا جماعة وسهل جدا. طبعا هو بيقول لك سيب المادة تنزل لوحدها على وش الرخامة بحيث ان هي تاخد الشكل العشوائي وتدخل في بعضها، وبعدين شوية ميتاليك تانيين غامقين شوية في جميع انحاء الرخامة. وبرضو انت هتحطه قدام الحته اللي قدامانيه دي بحيث انها تنزل السوكه بتاعه الرخامه يبقى شكلها نفس الشكل. وبعد كده جاب برضو ميتاليك ابيض ايبوكسي. كل ده ايبوكسي ميتاليك. هو كل اللي بيعمله الوان، طبعا كيلو نص كيلو على حسب الشويه بتوعك. هو كده يعتبر ما استخدمش كميه كبيره غير في اللي استخدمه بالرولة. ممكن 2 كيلو ولا حاجه بالرولة اللي في الاول خالص، اللي هو وشين ايبوكسي بطانه. تمام. طبعا انا مش عايز اقول اسامي شركات، لكن انا مثلا لو انا رحت اجيب من يعني من مكان معين بجيب اللي هو البطانه 101 اسمه 101، والايبوكسي 150 3 دي. انا برضو مش حابب اقول المكان، يعني لو حابب تكتب لي في التعليقات اكتب لك المكان مفيش مشكله. وبدأ زي ما حضراتكم شايفين يدخل كل الالوان في بعضها. بوظها الراجل بصراحه، لخبط الدنيا خالص، باظت المصلحه. المهم ان هي ان شاء الله هتطلع حلوه، ما تقلقوش، حاجه هتبقى جميله جدا. لان هو الايبوكسي هيتداخل في بعضه وهيدي شكل جميل جدا. هتشوفوه في الاخر. هو سابه يرتاح شويه وجاب شويه ايبوكسي اسود بس هيرشهم، لان هو مش محتاج ان هو يدلقهم زي ما كان بيعمل بايده. لا، هو محتاج بس يبخهم بخه كده. تمام. وبعد كده يبخهم برضو بايبوكسي ابيض، هيدخل على السن الالوان تدخل في بعضها يا جماعه. طبعا هو بيبقى مخففهم شويه. اهم حاجه نلتزم في الايبوكسي بالمواد بالمصلب بتاعه او بالتعليمات بتاعته. يعني الكيلو بيجي مثلا كيلو ايبوكسي بيجي كيلو الا ربع ايبوكسي وربع كيلو مصلب. لازم يختلطوا وتقليب كويس جدا، يختلطوا على بعض اختلاط جيد جدا يا جماعه. طبعا هو بدأ هنا يمسح كل الزيادات اللي تحت. كل ما يحصل زيادة طبعا في الآخر اللي تحت ده يتصنفر عشان ما يعملش أي حاجة، واللي فوق هيفرد نفسه بنفسه. لو في فقاعة هوا، هو ما جابهاش هنا، لو في فقاعة هوا هنعملها بالنار وهتبقى حاجة في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأي استفسار أنا تحت أمركم. والسلام عليكم.